حاجات يعني كنا جايبينها لبعض وكده. ده شكلي في الفرح، كنت مهيبره زي ما بقول. يا جماعه البوكسات دي تقيله جدا جدا جدا. أكرمة الصغار أريد أخا صغيرا. يا جماعه البوكسات دي تقيله جدا جدا جدا. هقول لكم دلوقتي، استنوا اظبط الكاميرا. هقول لكم دلوقتي هم فيهم ايه. خلوني انزلهم وهوريهم لكم عشان انا لسه مرتباهم دلوقتي، فقبل ما اشيلهم هقول لكم فيهم ايه. بصوا مبدئيا دلوقتي الساعه 6 نايمت. قعدنا شويه حلوين بعد ما انا فطرت ووريتكم ان انا شربت شاي بلبن. عملت حاجات كتيره بعدها بس ما كنتش عارفه اصور، الجو حر جدا جدا جدا. فمنتجت كده حاجات في حياتي اللي هو ايه ما ينفعش اصورها في الحر. عملنا كذا حاجه نومين وبعد كده هي نامت، فقلت اكمل لكم بقيه الفيديو علشان هي ما كانتش مخلياني اعرف اصور. مقريفه وبتعيط وكده. المهم اول بوكس ده انا شلت فيه. هقول لكم الاول انا ليه الحاجات دي شلتها وعشان تعرفوا يعني ليه لميتهم وكده. الحاجات دي ميان بدات ان هي تقطع الورق وتلعب في الحاجات اللي هي المهمه اللي ما ينفعش ان هي تلعب فيها وكده. فبدات ان انا اشيلهم في بوكسات زي ما انا هوريكم دلوقتي عشان نحافظ عليهم بقى، اللي هو لا حرام ما ينفعش كده. فاول بوكس ده هو بصوا هو فاضي كده من جوه شويه لان هو فيه الصور بتاعه فرحي. هوريها لكم دلوقتي. بصوا هم دول يعني هما الصور دي انا طبعاها. الكاميرا هي بتكون بتصور يعني في الفرح وكده، فانا لميتهم لان ميان. بصوا انهي صوره. الصوره دي كانت خلاص هتقطعها وانا لحقتها منها. قلت لا خلاص بقى لازم الم الصور دي، وقلت ان انا اشيلهم في البوكس. خلوني اوريكم شكلي في الفرح. كنت مهيبره جدا. بصوا الصوره دي نداري بس الناس علشان يعني حفاظا على خصوصيه الناس هحاول اداري كده. ده شكلي في الفرح، كنت مهيبره زي ما بقول لكم. عايزاكم يا جماعه تجاملوني في الكومنتات وتقولوا لي ان انا كنت اموره في الفرح. والصوره دي برضو بحبها قوي قوي. دي كنا اول ما روحنا الموبايل فصل بعد ما وريت لكم صور كتيره جدا. كنت بقول لكم ان الصوره دي كنا احنا متاخرين ساعتين على القاعه، فكانوا اللي هما بتوع القاعه يلا بقى مش عايزين اصور كده، بس برضو صورتها على باب القاعه. كنت حاسه ان انا جوه مش عارفه اتصور صور حلوه، كنت خايفه ان انا ما اتصورش، بس لقيت لا جوه برضو كانت الصور حلوه فانا بحبها قوي. مش عارفه اوريكم دي ولا لا، بس يعني عشان الكاميرا فصلت فدي برضو بحبها قوي قوي. اللي هو الصور التلقائيه اللي هي بتيجي كده ويبقى شكلها حلو، دي اكتر صور انا بحبها. لكن اللي احنا واقفين كده وبنعمل كده والحركات، يعني انا هوريكم صوره دلوقتي في الحنه هي حلوه حلوه، بس ايه الحركات القديمه والحاجات اللي هي القديمه دي. بصوا استنوا نداري الناس برضو. بصوا الصوره دي اللي هو كده وراجل الكاميرا اللي هو اللي كان بيصور مصمم اللي هو انت هتعمليها يعني هتعمليها. فانا عشان انجز بقى وكون الدنيا بقى عايزين نهيص بقى وكده فرحت عاملاها. وعايزه اقول لكم ان انا الميك اب ده انا اللي عاملاه لنفسي. وانا مش عارفه ليه الميك اب ظاهر على الكاميرا ان هو فاتح قوي، يعني الصوره حاساها فاتحه قوي بس هي ممكن اضاءه مش عارفه في حاجه غلط يعني، بس هي مش فاتحه قوي كده زي ما هي ظاهره لكم. لان انا لما شفت الفيديو دلوقتي وانا بتاكد ان هو بيصور ولا لا اكتشفت ان هو مفتح قوي الميك اب، بس هو غامق كده سيكه يعني. هو بشرتي لون بشرتي عليه. بصوا هم الصور قد ايه كتيره جدا. فانا يعني لو قعدت اوريكم طبعا، وصور للعيله وصور لاصحابي وصور يعني مش هينفع وصور شكلها مش حلو. ده اول بوكس انا حطيت فيه زي ما قلت لكم لميت الصور من مايا هانم. تاني بوكس ده فيه زي مثلا زي ما تقولوا ايه ذكريات ما بيني وبين محمود. حاجات يعني كنا جايبينها لبعض وكده وشايلينها حاجات تتكسر يعني، فاحنا مخبيينها من ميان في البوكس ده. انا هشيله برضو في الدولاب. انا على فكره هشيله في رف كده هنا فوق كده عالي علشان كده انا بلمهم دلوقتي. خلوني اوريكم كام حاجه مش كل حاجه بس كام حاجه منها. اول حاجه البتاع اللي بتلف دي انا خايفه ان هي تعمل صوت عالي علشان ميان ما تصحاش، بس اللي هي دي اكيد انتوا كلكم عارفين بتلف وتعمل ميوزك بقى والجو ده. وفي برضو اللي يتكسر البرطمان ده في رسائل وطبعا كاتبين فيها حاجات لبعض. كان بينور. بصوا
انا احاول اضلم لكم الدنيا واعيشكم في الجو. استنوا كده. هي الدنيا مضلمتش زي ما انا متخيله، بس حاولت ان انا اوريكم يعني اذا انا سايباه مفتوح كده خلاص قفلناه. وفي حاجات تانية بس يعني خليها سر، خليها لاسرارنا احنا. هشيل البوكس التاني ده، هو اصلا عايزه اقولكم ان هو مش قافل كويس. ايه بقى الاتقل بوكس فيهم ده اللي كان متقل اصلا البوكسات وانا شايلاه. عايزه اقول لكم على فكره ده بوكس بيكسي، يعني كنت جايبه منه شوز من بيكسي، فاحتفظت بيه والحمد لله ان انا احتفظت بيه لان هو جامد شويه، فحسيت ان انا ممكن اشيل فيه حاجه. فحطيت فيه كتب بتاعتي، مش كل الكتب اللي عندي ولكن حطيت فيه كتب، وحطيت فيه ورق خاص بيا، شهادة ميلاد، الحاجات الاوراق اللي انتوا بتشيلوها دي، علشان برضو ميان ما تعرفش توصل لها. ده كان هدية من صاحبتي، اعتقد في ناس كتير عارفاه بس انا ما كملتوش بصراحة للاخر. وفي بقى كتب من الجامعة، مش عارفة انا ليه شايلاها، جو صعب قوي، صعب قوي. المهم اللي عايزه اوريهم لكم برضو دول كتب من ايام ثانوي، لو تفتكروهم. مين من الجيل بتاع القصه بتاعه Journey to the Center of the Earth؟ الكتاب ده اللي هو ده، مين من الجيل بتاعي يا جماعه اللي درس القصه دي؟ كنت بحبها جدا، كانت غريبه شويه بس كنت بحبها قوي. في طبعا في البوكس ده الاوراق والكتب التانية، كتب تانية يعني كذا كتاب تاني، بس كتب ليهم علاقة بالجامعة. فهشيلهم خلاص كده، انا وريتكم البوكسات، مفيش بوكسات تاني، وهشيلهم دلوقتي في الدولاب. دلوقتي انا كنت عايزة اعمل ايس كافيه واكتشفت اني ما عنديش لبن، وهجرب اعمله من غير لبن، وطلع حلو طلع وحش اشربه. فعقابا ليا عشان انا ما بركزش ان الحاجة دي موجودة او لا، هعمل واشرب. انا بجهز الحاجه دلوقتي اهو، واشوف نعمل ايه. وانا موطيه صوتي علشان انا في الاوضه اللي جنب ميال، عشان ما تصحاش. بس كده. بصوا انا غيرت رايي وعملت كابتشينو. لو الدنيا دوشه جامد قوي علشان انا في البلكونه دلوقتي هشربه. هلم الاول غسيل، كنشر غسيل، وبعد كده انزل اجيب حاجات، اروق الصاله كده فيها حته حاجات هلمها، وهجهز العشاء معاكم. بصوا انا لسه جايه حالا من بره، هغلي اللبن وحاطه ميه على النار علشان هنعمل مكرونه بشاميل. مش عارفه بتكلم كده ليه، بس يعني انا بجهز دلوقتي حاجات المكرونه. فهغلي اللبن الاول. المفروض ان دلوقتي بالليل، الساعه دلوقتي 8:30، بس الجو حر قوي لسه. مش عارفه يا جماعه موجة الحر دي هتمشي امتى، مش عارفه. بما انها 8:30 دلوقتي، فيدوب الحق احضر العشاء علشان الحق انجز قبل ما محمود ما يجي. بصوا انا حطيت اللبن على النار، ودي الحله اللي هسلق فيها المكرونه، وهجهز الفراخ عشان انا هعملها بالفراخ. دوري على ايه يا ماما؟ المفروض ان انا خلاص كده قلبت المكرونه في بعض مع البشاميل مع الفراخ. انا مش عامله اي افتكاس ولا اي حاجه، عشان كده ما عملتش الطريقه اللي هو سلقت المكرونه وعملت البشاميل وعملت الفراخ شوحتها على النار وبس كده. فهفضيهم دلوقتي هنا، ادخلهم بعد كده الفرن. انا كده خلاص عملت البشاميل من فوق. بحب قوي البشاميل كده اما يبصبص كده في الجناب كده ويبقى كتير كده. ايه رايك يا مايا؟ حلوه؟ مش الموبايل، استني. حلوه؟ لا الصينيه دي حلوه. استني بس، الصينيه دي حلوه؟ حلوه؟ تفتكري طعمها يبقى حلو؟ تديها كام من 10؟ 100 من 100. بتقولي 100 من 100.
المهم ان انا دلوقتي هدخلها الفرن، ولما تطلع هوريها لكم. بصوا يا جماعه، عايزه اقول لكم ان انا لسه مطلعاها حالا حالا، حتى الفرن سخن وهي سخنه وكل حاجه سخنه. وللاسف افتكرت ان انا عندي جبنه موتزاريلا، بس كنت بعد ما عملتها يعني بعد ما دخلتها الفرن، فانا قلت طلعت الطبق وقلت مش مشكله وهي سخنه كده، قلت هحط الجبنه من فوق وكده كده الفرن سخن، فهحط الجبنه عليها وهي سخنه وهدخلها الفرن بس 5 دقايق يا دوب الجبنه تسيح كده عليها. ومش قادره بجد، انا اول ما شفت منظرها جوعت جدا، انا كنت جعانه وجوعت اكتر، فلازم اغرف طبق كده ادوق عشان طبعا اقول رايي، مش ان انا هاكل قبل محمود ولا حاجه، لا لا، انا عايزه ادوق عشان اقول رايي. وشكلها تحفه، عايزاكم تكتبولي رايكم وتقولولي كده انتوا شايفين ايه، بس هي عجباني قوي. ممكن حد يفهمني ويقول لي ايه ده؟ يعني كانت فكره، كلمه فاشله قليله ان انا اعمل الجبنه بالمنظر ده، بس عموما انا اللي هاكلها، مفيش حد غريب هياكل المنظر ده، ما فيش اي حد هياكل غيري، فهغرف وهدوق علشان اقول لكم رايي المتواضع، اللي هو طبعا هي تحفه بس انا لازم اقول رايي. بصوا يا جماعه، بصوا الجوسي، بصوا هي الجبنه عجبتني لما بدات اقطع، بصوا بتمط ازاي. طبعا عشان هي سخنه انا بهدلت الدنيا عشان بصور وهي سخنه ومش عارفه امسك الحاجه وكده، ف بصوا عملت ازاي، برضو مش مشكله. نقول بسم الله. هي سخنه وتحفه، الاتنين تحفه تحفه بجد يا جماعه، انا مفيش زي بجد. امم امم خلاص انا هسيبكم بقى عشان اشوف الطبق ده بيقول ايه، وممكن اشوف طبق غيره يعني، فاضطر ان انا اسيبكم. اشوفكم في الفيديو الجاي على خير. متنسوش لو انت اول مره تيجي تشتركي في القناه، تفعلي الجرس، تعملي لايك للفيديو ده، واعملي لايك عشان المكرونه دي. باي باي.